السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سؤال في العيادة النهارده، حديث ولادة لسه مولود عنده 3 ايام. مامته بتسأل ايه الاجراءات وايه الاحتياطات اللي اقدر اعملها في البيت وعشان احافظ عليه الفترة دي. في 5 حاجات مهمين جدا اللي هم ال5 ممنوعات لحديث الولادة في الفترة دي من الشهور دي من السنة، بالذات في الشتاء يعني. رقم واحد ان احنا ما بنحبش خالص ان احنا نعمل سبوع ليهم، لان السبوع ده هيبقى فيه مشكله في تجمع افراد الاسره معاهم اطفال، هيحطوا ميكروباتهم وفيروساتهم وكده وهيعدوا البيبي. اي تجمع او زحام ممنوع، يبقى ده الممنوع الاول. الممنوع الثاني والمهم جدا، لو ليه اخ في حضانه او مدرسه بيروح مدرسه، الافضل انه ما يروحش المدرسه ويقعد الشهر ده او الشهر الجاي طالما ما عندوش حاجه مهمه. لو طفل اخ كبير بيروح مدرسه، هيرجع من المدرسه يغير هدومه، لو عيان مش هيخش اوضته خالص، لو هيتعامل معاه لازم يغير هدومه ويغسل ايديه ويخلي باله، ممكن يلبس كمامه وهو داخل عليه. رقم 3 في الممنوعات، الزيارات العائليه والتجمعات. شوف احنا عمالين نتكلم في زيارات وعائله اسبوع واخوه بتاع اي حد غريب هيخش البيت عنده حاجه فيها بتاع هيعدي البيبي ده. من الحاجات المهمه جدا 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 الحاجه الرابعه، موضوع الحمام. الطفل ده ما يخش الحمام نهائي، وكان في فيديو احنا عاملينه على المكان الوحيد اللي حديث الولاده ما بيخشوش في اول 3 شهور من عمره، حمام البيت. لان حمام البيت فيه 3 مشاكل، واحده منهم فرق الحراره الشديد عن الشقه كلها، 2 الحوادث اللي بتحصل في الحوض وغسيل الطفل على الحوض والكلام ده من الزحلقه والسخونيه والحرق والكلام ده، شفنا حالات من دي كتير. ماشي. زي ما قلنا برضو ان من الحاجات المهمه اللي هي الحاجه الخامسه، حراره الغرفه. حراره الغرفه احنا نزلنا فيديوهات كتير على موضوع ان احنا في الشتاء والجو برد، اي اوضه المفروض حرارتها ما تنزلش خالص عن 20 وما تزيدش عن 25، في حدود الرينج ده. ممكن انزل على 20 حاجه بسيطه 18 19، بس تبقى في الرينج ده. وعشان احافظ على الرقم ده، لا اما هشغل دفايه لا اما هشغل تكييف، لان احنا في جو ساقعه. البيوت داخل المنازل القرايات بتوصل لحد 10 و11 و6 و7 و8 حسب الشقه يعني. فانت حاول تقيس الحراره وتخلي غرفه الحديث الولاده معقوله دافيه شويه. اي فرد من افراد العائله عنده اي مشكله، عنده برد، عنده حاجه، يبعد خالص ويعزل نفسه عنه. الفتره دي فيها مشكله كبيره جدا، فتره الشتاء بالنسبه لحديث الولاده، لان احنا المشكله مش انه يعيا، لما يعيا ربنا هيشاء انه بالاسباب هيشفى، لكن المشكله ان ده هياثر عليه في مستقبله جدا. اي طفل اقل من 3 شهور 4 شهور بيجي له اي نزله برد او اي فيروس في الفتره الاولانيه، ده بيأثر على الجهاز التنفسي بتاعه وبيخليه عرضه في المستقبل للحساسيه وامراض صدريه متكرره ومزمنه. وبالتالي اول 3 شهور من عمر الطفل بالذات في الجو اللي احنا فيه ده، دول ال5 ممنوعات المهمين: الزيارات والسبوع والتجمعات والحمى ودرجه حراره الغرفه والرضاعه واللبس والناس والتعب. اطيب تمنيات لحضراتكم ولاطفالكم بكل صحه وعافيه ان شاء الله. السلام عليكم.